سؤال مهم جدا لمرضى الذبحات الصدريه والجلطات القلبيه، خصوصا بعد القسطره وتركيب الدعامات. لو حضرتك لسه خارج من جلطه حديثه او ذبحه صدريه، اول سؤال بيجي في بالك اكل ايه، خصوصا لو عندي سكر كمان. بص يا سيدي، اهم 3 حاجات لازم تبعد عنهم. اول حاجه الملح، لانه بيرفع الضغط وبيتعب القلب. تاني حاجه الدهون المشبعه زي الزبده والسمن البلدي والمقليات. تالت حاجه السكريات، خصوصا الحلويات الشرقيه والمشروبات الغازيه، وده مهم جدا كمان لو حضرتك مريض سكر. طيب يا ترى يا دكتور ناكل ايه؟ خضار مطبوخ بزيت خفيف او مسلوق، بروتين خفيف زي الفراخ المشويه او السمك او التونه، بس ضروري نصفي الزيت بتاعها. نشويات معقده زي رغيف العيش البلدي او البطاطس المسلوقه او الشوفان. طيب فين الفاكهه؟ الفاكهه ضروري تكون باعتدال، يعني ثمره واحده في اليوم زي تفاحه او برتقاله. طبعا بديل الشاي بالسكر يكون يا ريت تشربه ساده، او انك تحط سكر دايت امن من الصيدليه. اشرب ميه كتير وامشي كل يوم حتى لو نص ساعه، وطبعا لازم تراجع دكتورك بانتظام. ولو حابب نظام غذائي كامل بالاكل المسموح والممنوع اكتب لي وهبعتهم لك في الكومنتات.